الفيديو المنتظر ازاي تبقي دبلوماسية في الكلام مع الراجل. هنقتبس ده من هيام تبيه في الكلام من غير ما تبيني ان انتي قاصده ده تبقي دحلابه يعني. اللي مش مصريين مش هيفهموا يعني ايه دحلابه، ولكن اللي هي بتبقى ايه، ذكيه في الكلام، بتعرف تاخد اللي هي عايزاه من غير ما تبين ان هي كانت قاصده كده. اول حاجه لو نلاحظ هيام كانت قليل قوي لما كانت بتزعق. يا اصعب حاجه على الست ان هي تبطل تزعق، خاصه لو عندها اطفال، خاصه ان هرموناتنا بتتحكم فينا. لو الست بتطلب كل حاجه بالطريقه الهاديه كل مشاكلها هتتحل. كل حاجه لو بطلت تخلي الراجل يشوفها وهي بتزعق، هرموناتها وزعائها ده خلته لوحدها وهي مع نفسها، بقت الشخصية اللي هي الهادية الراسية قدام الراجل، هتكسبيه. بصي دي من أصعب الحاجات اللي الست لو نجحت تعملها تبقى بيرفكت، تبقى أشطر دبلوماسية. هدوء. كانت لما تحب تستفز حد قدامها كانت تتكلم بمنتهى الهدوء بمنتهى الكيد، وتعمل تعلي وتوطي من تون بتاع صوتها. انا ما كانش قصدي ان انتي تعملي كده، بس لو انتي عايزة توصلي. كانت عندها التون ده في الكلام. كانت مع سليمان كان الصوت الناعم الأنثوي الهادي الراسي، الطريقة التقيلة في الكلام، ما كانتش بتزعق معاه أو كانت شكاية، كانت بتغير عليه. حتى في غيرتها كانت غيرتها مؤدبة. كانت بتأذي بعيد عنه وهو مش شايفها، ولكن معاه هو كانت ايه، كانت بتعبر عن ده بطريقة أنثوية بطريقة هادية. نقول علشان هو كان سلطان وعلشان القوانين بتاعة القصر كانت ما ينفعش ان هي تعلي صوتها، ولكن في الحياة العادية الراجل مش سلطان ولا حاجة وعادي ان انا اعلي صوتي عليه. هقولك ان الراجل بيحب يحس ان هو في طاقته الذكورية وان انتي محترماه وان هو حاجة كبيرة. فانتي داخليا اعتبريه سلطان، مش عايزة تعلي صوتك قدامه لا تطردي بره القصر. نفسيا اعتبري نفسك كده، انا نفسيا عايزاك تحسي كده بس مش باحتياج، بتلاعب، من غير ما تحسسيه ده من جواكي. انا هعامله كسلطان علشان اكسبه، علشان اسيطر عليه. فلما انا عامله كده وابقى بتكلم بعقل وبهدوء وما بزعقش، هسيطر على اللي قدامي. الهدوء والصمت مستفزين اكتر من الصوت العالي. انا شخصيا بحاول ان انا اعمل كده لان انا معايا طفل، فاكيد لو انتي ام ومعاكي طفل فبتزعقي زيي، انا واثقه من ده. فالهدوء قوه مش ضعف. كانت دايما بتشتكي من غير ما تشتكي. سليمان انت مش مهتم بيا زي الاول وده مزعلني قوي، انا نفسي اكون اقرب ليك، انت وحشني. انت ما بتهتمش بيا ليه؟ الطريقه دي وحشه، نبطلها. انا هبطلها معاكوا عشان ساعات بعملها. بلاش كده، خليكي. انا زعلانه قوي، مش مبسوطه ليا فتره علشان التعامل اللي انت بتعاملني بيه ما بقاش مناسب معايا، مش بتعاملني بالطريقه اللي انا استحقها. شايفه الذكاء، شايفه الدبلوماسيه في الكلام، انا عايزاكي بالذكاء ده تبقي بتتلوني في الكلام، تعبري عن شعورك، مش الشعور اللي انت محتاجاه منه، مش بغضب. انا هتكلم عن نفسي مش هتكلم عنه هو، يعني مش اقول انا متضايقه منك فشايله الهم وتبقى عباره عن شكوى. والشخص لما بيتزنق ويتحط في الكورنر بتاعت انت مقصر بيأثر اكتر، ما هو بيحس بضغط نفسي. ولكن لما تشتكي من غير ما تشتكي، اللي هو انا ببقى مبسوطه اكتر لما انت بتهتم بيا ولما بتكلمني، لما بتاخدني وبتخرجني، لما بنروح انا وانت المكان ده ببقى مبسوطه اكتر. بتخليه عايز يشوف الانبساط ده، فاهمه؟ بتخليه عايز يشوف الانبساط ده. فانت كده اشتكيتي من غير ما تشتكي. غيري طريقة اللوم لطريقة الاحتياج. الراجل بيهرب من اللوم وبيستمع لاحتياجك. رقم 3 بقى، بتلمح اكتر ما بتتكلم. بحب قوي انا الستات الذكية اللي بتعمل كده. بحس براحة قوي لما بتكلمني بالطريقة دي، بتخليه يستمر في الفعل ويستمر في الكلام. قالك طب انت ليه عايز تزعلني منك دلوقتي؟ ليه عايزنا نزعل من بعض وكل واحد يبقى في حاله؟ انت بتزعلي ليه؟ بلاش الطريقة دي. ألمح على اللي مضايقني من غير ما أقوله مباشر، هي دي الدبلوماسية. أوصل له نتيجة فعله من غير ما أبين إن أنا هوصلها له، من غير ما أقوله على إيه، من غير ما أدي ردة فعل بنفس اللي هو عمله بنفس فعله، من غير ما أدي ردة فعل بنفس فعله، ألمح له نتيجة فعله إيه. توصلي فكرتك من غير ما تجرحيه ومن غير ما تكسريه، من غير ما تبقي شخصية هجومية. رقم 4، تخلي عندك كبرياء ناعم وانثوي، مش كبرياء الراجل الكبر انت ما تكلمنيش وانا مش مكلماك، هو انت فاكر نفسك احسن مني؟ الكلام ده كفيل ان هو يقفله منك. زي يبقى عندك كبرياء ويبقى عندك كرامة،
اعملي ده بطريقة الأنثى مش بطريقة الراجل، مش بطريقة الندية، ند بند. أنا هوري لك نتيجة فعلك زي ما كانت نهاد دوران بتعمل لو نفتكر أحداث المسلسل. رقم 5، بتعرف تختار الوقت الصح. الدبلوماسية والذكاء ان انت تختاري الوقت اللي هتتكلمي فيه تزعلي فيه. مش يكون الراجل راجع من شغله او لسه معاه او معاه ضغط شغل او معاه حاجة وانت تمسكي ودانه وانت حصل وانت مش مهتم وانت بتعمل. اختاري الوقت اللي يكون فيه داخل معاكي بطاقة حب. انا رحت حطيت روج ورجعت اكمل الفيديو، طلبت معايا كده وابص على شفايفي لقيت ما فيهاش روج. خلينا نكمل. رقم 6، بتعرف تقول لأ بذوق. يعني في ستات كتيرة قوي وبنات عايزة تحط حدود للعلاقة، عندها حاجات بترفضها في العلاقة وفي أي حاجة، بتعمل ده بقمص، بتعمل ده بزعل، بتعمل ده بأسلوب الكبر والندية، مش بأسلوب أنثوي ناعم. حتى في المشهد المشهور بتاعت لما قعدت تخليه يتجوزها رسمي، فراحت رفضته بمنتهى الابتسامة وقالت له حرام مش هينفع ان انا اشوفك. شفتي بقى المزيج اللي عملته ما بين الهدوء والتحدي وكلمة لأ. لأ بطريقة حلوة بطريقة ذوق. معلش شوف قعدت تتدحلب كده زي ما بنقول، قعدت تتلون لحد ما اخدت الحاجة اللي هي عايزاها. ما قالتش نواياها مباشرة انا عايزة اتجوزك او عايزك تتجوزني او انا عايزة ابقى كده. قعدت تلف حوالين الموضوع لحد ما وصلته انه يعمل الحاجة من غير ما تقول له اعملها. اهو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. المشهد ده بيشرح لك ازاي توصلي للراجل ان يعمل الحاجة اللي انت عايزاها من غير ما تقولي له اعملها. ازاي ترفضي بأنوثة بدلع. مش ارفض وانا بغلس على الراجل اللي قدامي. احترم ذكورته ورجولته، مش مهم يكون سلطان عشان احترمه. احترم الكيان اللي معايا. اعتبره عيل صغير عايز دايما يتلاغى، عايز ان انا مخشش معاه في اسلوب الندية واسلوب التحدي عشان يسمع كلامي ويحترمني. ابقى مزيج ما بين الحب وما بين ان انا بشد، بس بشد بطريقة انثوية. بتعترضي على اي حاجة وانتي رافعة راسك، مش وانتي مكسورة وانتي مذلولة وانتي حاسة بالضعف. كلمة لأ جاية معاكي بكبرياء بأنوثة، مش زي لأ اللي كانت بتقولها نهى الدوران لوقت ما تعترض بزعل وبقمص رقم 7، بتعرف تتحكم في مشاعرها. ناهد دوران كانت شكاية لوامة عاطفية قوي. هيام كانت بتعرف تتقل في مشاعرها، بتعبر عنها قوي وبتعبر عن اللي جواها. عينيها بتتكلم قبل لسانها. مهم قوي تتعلمي ان عينك تتكلم قبل لسانك. مهم قوي البادي لانجوج تتعلميها. هنعمل فيديو كمان عن الموضوع ده، كل شويه اقول لكم هعمل فيديو والفيديوهات تكتر عليا. انا شغاله اكتر المنهج عليا ومش بلاحق على طلباتكم من الفيديوهات، بس هنعمل فيديو عن الموضوع ده. خلي عينك تتكلم، خلي ايدك تتكلم، خليكي كده زائد الهدوء. خليكي انتي كل حاجة فيكي بتتكلم لما تكوني عايزاه. احساسك يتكلم، عينك تتكلم قبل لسانك. ومهم قوي بيفرق لما تكوني عايزاه. لو انتي مراته وعايزاه، لو انتي خاطبته او انتوا لسه العلاقة في الاول وعينك كلها حب وكلها رغبة. انا مش مسؤولة عن اللي يستخدم ده في حاجة حرام. عينك كلها رغبة وكلها حب ليه، فانتي مزيج ما بين انثى لسانها حلو وبتصدر طاقة وكلام حلو. رقم 8، قبل ما تطلبي الحاجة امدحيه. امدحيه الأول وارسمي كلام حلو، بس بلاش يبقى الطلب في نفس اليوم. ازاي؟ انتي محتاجة منه حاجة بقى، سواء حاجة مادية، حاجة انتي محتاجاها، حاجة عايزة تغيريها، وات ايفر الحاجة اللي انتي عايزاها. ما تطلبهاش غير وانتي ملمحة قبلها بيومين 3 معيشة قصة جميلة قوي من الاهتمام ومن العطاء ومن الكلام الحلو. بس ترسمي على ده فترة، يعني يبقى عايش ليلة كلها رومانسية وكلام. لو انتي بتتكلمي في التليفون كلام كله رومانسي كله حب وكله اهتمام اوفر. فيجي بعد كده تطلبي الحاجة هتطلبيها وهو هيتكسف ان هو هيرفضها، لان عارف ان هو لو رفض الحاجة دي هتعملي ايه حضرتك؟ لو رفض هطلع من الجنة اللي هي معيشاني فيها، دي مغرقاني حب واهتمام. لو انا رفضت دلوقتي هيبقى ايه الموضوع؟ وقتها هتعمل ايه؟ كل ده هيتسحب من تحت رجلي. فهينفذ اللي انتي عايزاه. ده الدبلوماسية في التفكير قبل الدبلوماسية في الكلام. عشان كده هيام كانت بتكسب بذكائها. بيقولوا انها الدوران اجمل منها، ولكن هيام كانت اذكى. الست الذكية هي اللي بتكسب. مش دايما مثلا يقولك ده خانها مع واحدة اقل منها، خانها مع واحدة مش جميلة. ازاي ده
يسيبني انا ويخوني معاه عشان التانية اذكى منك بس عرفت تجيبه بالكلام بالطريقة. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة وتكوني استفدتي، وانا واثقة ان انتي استفدتي. ولو وصلتي معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك في القناة، لان بيساعدني ان انا اكمل فيديوهات. وعرفيني عايزة نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. اشوفك في فيديو جديد. باي.